السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد ويوم سعيد علينا وعليكم يا رب. ربنا يجعل ايامنا كلها سعادة. النهاردة هبدأ يومي معاكم وانا راجعة من عند ماما. بعد ما ركبت الميكروباص كده وانا في الطريق حبيت اخد لكم لقطات. دي العربية اللي انا بركبها في الاول وبعدين بتنزلني في الموقف. بركب بقى العربية اللي هتوصلني للمكان اللي انا ساكنة فيه. ربنا يا رب ما يحرمش اي حد من امه ويبارك لنا في امهاتنا يا رب ويرزقنا برهم. هنا انا كنت نزلت في مستورد. المكان ده في موقف مستورد. فكنت انا حابة يعني عايزة اشتري كراسي. فلقيت في كراسي كتير كده حد بيبيعها فحبيت اخد خلفية عن الاسعار. الكراسي اللي كانت قدام دي الرتان كانت الواحد ب 219. والكبير اللي كان ورا خالص ده تقريبا كان ب 300 وحاجة 330 مش فاكرة كويس قوي يعني. ف يعني خدت خلفية عن الأسعار كده بس ما اشتريتش. أنا قلت بس أشوف يعني المكان اللي أنا فيه الأسعار أغلى ولا هنا. فدلوقتي بقى دخلت الهايبر ماركت المحلاوي اللي هو موجود في موقف مستورد. كنت عايزة أجيب ملح لغسالة الأطباق ودايما بلاقيه فيه رخيص. فطبعا أنا بستعمل ملح فيبة. موجود اهو قدامكم كان عليه عرض ب40 بدل 45. خدت منه عبوتين. واللي كنت محتاجة زيت كمان. برضو خدت عبوة كانت ب45 جنيه برضو كان عليها عرض. كانت البنت اللي هي تبع الشركة كانت واقفة في اليوم ده وقالت لي ان هم عليهم عروض. اسفة. طبعا اللي عايز بديل للفينش والاقراص الفري. دلوقتي شركة فيبا. اللي عرفته انا عارفة ان اقراص ماكس ديت موجودة بقالها فترة. بس ما كنتش عارفة هي تبع لشركة ايه. ده كمان الكلين ده او كلينو. برضو دي شركة مصرية. الزيت اللي انتوا شفتوه دلوقتي ده بس كان ب55 جنيه انما الفيبا كان ب45. اهي اقراص الماكس اللي بقول لكم عليها. دي اللي هو بيستخدم اقراص وعايز بديل. انا بصراحة ما جربتهاش وكنت هاخد واحدة اجربها بس انا عندي اقراص فري من قبل المقاطعة. وعندي لسه يعني هتكفيني فترة طويلة. فبعد ما كنت هاخدها رجعت سبتها تاني قلت لما اللي عندي يخلصوا. دي كانت العبوة فيها 15 قرص ب105. قالت لي البنت اللي هناك الموظفة قالت لي ان هي تبع لشركة فيبا. فاللي عايز حاجة مش مقاطعة يجيب الاقراص وبيستخدم الاقراص يعني لغسالة الاطباق يجيب الاقراص الماكس. الكلينر ده برضو كان ملح وموجود تقريبا منه زيت بس كان الملح بتاعه الكيلو ب55 انما الفيبا كان ب40 جنيه الملح. فخدت طبعا انا يعني نازله مخصوص داخله المحلاوي علشان خاطر اجيب الملح بتاع غسالة الاطباق. ما بجيبوش غير من هناك بيكون ارخص من المكان اللي انا قاعده فيه. وطبعا دي الفيبا اللي هي اللي لونها روز دي. برضو قالت لي انها بديل للفري يعني في نفس قوة الفري وفعلا انا بستخدم الفيبا النوعية دي. ممتازة جدا جدا جدا. وطبعا موجود بقى الاوكسي بكل الروائح بتاعته. وده الاوكسي الجل. كان الجيركن اللي هو مكتوب عليه 6 كيلو كان ب170 جنيه 169 و99 قرش يعني 170 جنيه. دي العبوة اللي مكتوب عليها 6 كيلو. وكان في كمان العبوة اللي هي كيلو ونص كانت ب75 جنيه. اللي انا بوريها لكم دلوقتي وهي السعر هوريه لكم دلوقتي برضو هيجي فوق. فانا حبيت اخد لكم جولة كده في المكان. آه، اهو السعر بتاع الكيلو ونص 75 جنيه. قلت بما اني موجودة فاخد لكم يعني جولة كده في المكان بتاع المنظفات وبرضو آه، عديت على الأجهزة الكهربائية برضو خدت لكم جولة فيها كده بالأسعار للي حابب يعرف أسعار اليومين دول ايه. كان في كمان معطر بيور ده. العبوة دي تقريبا ربع كيلو. كانت ب12 ونص. واللي جنبها دي كانت كيلو كامل. كانت ب30 جنيه. طبعا موجود منها العود والتفاح والليمون. كنا عايزين كمان فرش سنان فكانوا عاملين برضو عروض على فرش السنان. الفوكس ديت كانت 2 مع بعض فرش كبيرة كانت ب20. والنوعية الأكتف دي كانت فرشتين كبار وواحدة صغيرة كانت برضو ب20. بس حسيت ان نوعية الفوكس اللي هي الأولانية اللي أنا وريتها لكم كانت يعني أجود الكواليتي بتاعها أعلى.
كمان كان عندهم المناديل الهايجين اللي هي المناديل المبللة الوايبس. بس بصراحة حسيتها غالية. كانت عرض 3 مع بعض. كانت العبوة الواحدة فيها 80 منديل، 70 وعليها 10 هدية. وكانت التلات عبوات مع بعض دول كانوا عرض ب80 جنيه، فأنا حسيتها بصراحة غالية. دلوقتي دخلت على القسم بتاع الأجهزة الكهربائية، ده كاتل فريش كان ب200. لا، راح مني السعر. بس هو عامة كل كاتل أو كل جهاز مكتوب سعره تحتيه. ده ب549، وده نوع اسمه هيفي، واللي فوق ده ريفال بس ده جرانيت، لتر ونص، وب180 جنيه. في كمان النوعية الهيفي اللي هي تحتيها، واللي هو البايركس الاولاني خالص ده، بس انا ما يعني السعر عدى من قدامي. الهيرفي ده برضو غلاي، بس ده ب475 جنيه. ده 2000 واط ولتر و700 ملي، 1700 ملي. في نوعية برضو اللي اسمها فولت اللي تحت دي، ودي هيرفي ب400 جنيه. برضو تقريبا كلهم لتر ونص، لتر و700. الفولت ديت كانت ب260. كمان كان في هناك الهاند بلندر، ده نوع اسمه زادة، ب989 99 قرش، يعني 990 جنيه. ده اللي هو معاه الكبة الصغيرة والمضرب، ومعهوش اللي هو الوعاء الكبير. وده برضو خلاط، شفشق، معاه شفشق خلاط ومطحنتين، كان ب810. نوعه فريش الشبح. زي ما انتم شايفين كده، 2 مطحنة وشفشق الخلاط. سعره كويس، منتجات فريش برضو مش وحشة، ويعني واثبتت جودتها الفترة اللي فاتت. وبرضو اللي عنده اي تعليق على اي نوع من الاجهزة دي تستخدمه كان حلو او وحش معايا، يا ريت يكتب لنا في التعليقات. دلوقتي بقى دخلنا على الميكروويفات. ده ميكرويف فريش 36 لتر، ده زي اللي عندي. ده ب6769 و99 قرش، يعني 6770. لازم ال99 قرش دول. اللي تحتيه ده 25 لتر فريش برضو ب5749. نوعية فريش كويسة. انا عندي اللي هو ال36 ده ما شاء الله بقاله كذا سنة، وممتاز جدا في الاستخدام معايا. يعني اللي حابب يجيب فريش يجيبه وما يترددش. وعلى فكرة ال36 ده بيكون بشواية. التورنيدو ب7239، ده 36 لتر. التورنيدو اغلى. واللي تحت ده نوعه زادة. دلوقتي السعر بتاعه هيجي ب5400 جنيه، 25 لتر. ده برضو فريش، بس ده فرن كهربائي مش مايكرويف، ب2589. دلوقتي بقى ديت المبردات المية، نوع الكولدير ده على فكرة كويس قوي. برضو يعني اعرف ان هو ماركته كويسة، ان في ناس استخدمته وجابته وكان ممتاز معاها. ده اللي هو بتلاجة ب5500 تقريبا. وده من غير تلاجة ب5499، يعني ب5500. بس لا، الاولاني اغلى لانه فيه تلاجة، انما ده 2 حنفية من غير تلاجة. روحت بقى طبعا، وكان بقالي يومين بعيد عن كتاكيتي، فحبيت طبعا بقى اخش اشوفهم عاملين ايه. طبعا كانوا بيحطوا لهم ميه واكل وكده، بس لازم انا يعني اشوف بقى اخبار الدنيا ايه. غيرت لهم الميه وحطت لهم التحصين بتاعهم، وخرجت العلف برضو، شلت اي نشاره منه. هما زي ما قلت لكم في اول اسبوع ممكن الكيلو العلف او كيلو ونص يقعد معاهم اسبوع كامل. ما بيحتاجوش علف كتير، ولا بيستهلكوا علف كتير.
المهم ان انت تحط لهم التحصين بتاعهم الصبح، وبالليل تغيري لهم الميه بميه نظيفه، من 3 ل5 ايام. يعني اول